بيكم ورجعنا لكم فيديو جديد من فيديوهات موكا دنك، وانزل بالانترو يا علي. المنتج الاول معانا الشركه دي، المنتج اسمه ناتشوز. طبعا هو بطعم الجبنه الناتشو. طبعا احنا عارفين ان دي اكبر شركه في مصر كانت دوريتوس، طبعا كلنا عارفينها طبعا وصورتها جنبيه اهي. هنجرب ده ونشوف حال هيبقى حلو. 5 جنيه طبعا زي ما مكتوب هنا. هنجرب ونفتح وندوق. اول حاجه الكميه زي ما انتم شايفين، الكميه مش كبيره قوي على 5 جنيه. الكيس اللي كبير ماشي، يعني بالظبط الكميه بالظبط بعد نشتريه. تمام، ندوق بقى ايه طعم الجبنه الناتشو دي. مش عارفين ربنا جرام يا نعمة تصحى يا اخي. يلا بسم الله. اول حاجه طعمه ما يفرقش اي حاجه عن الدوريتوس خالص، بس في مشكله. الناتشو نفسه لو لاحظتوا كده معايا هتلاقوا فيه مختلف تماما، في حاجات كده مكسره وحتى شكله في علامات كده. ده طبعا مش هتلاقي الكلام ده في الدوريتوس، غير ان الواحده اطرى شويه، يعني اطرى شويه من ايه، من التاني. بس طبعا لا يقارن بدوريتوس، بس طعمه حلو ويتاكل. هجيبه تاني. للاسف جبت منه نوعين تاني هنجربهم في الفيديو. يلا بينا على المنتج التاني. المنتج التاني معانا برضه نفس المنتج اللي هو من ناتشو، بس ده نوع تاني بالفلفل الحلو. طبعا احنا في القناه هنا باربيكيا. معلش يا استاذي. بالباربيكي، بس ايه، مش دي صوره فلفل الوان، مش مهم. المهم اللي هو بسيره الباربيكيا بالسي. خلص يا رب بس يطلع الطعم موجود. نفتح ونجرب وندوق برضك ب5 جنيه. يا رب بس يطلع طعمه احلى من الاولاني كان بطعم الذره برضه. فتحنا نفس الكميه ماشي، يعني حاجه قليله جدا على 5 جنيه. نفس برضو الشكل اللي هو بتاع الدورستيستايا ماشي. يعني انا ممكن اكل دوريتوس احسن من اكل ناتشوز، بس ندوق. مش يمكن الطعم يطلع حلو؟ ندوق. ايه الطعابة والحلاوة دي اقسم بالله. الله على 5 جنيه. ايه القرف ده يا جدعان؟ باين على وشك. بس يعني انا بصراحه مش هكمله، بس اللي بيحب الطعم، استنى بس عشان اقول لكم طعمه بالظبط. عشان اللي بيحب طعم البابريكا الحمراء اللي هي بتبقى حاطه عندكم في الاكل عشان تلون اللون ماشي. هم الناس ما كسبتش عليكم، قال لك بالبابريكا بس حاطط لي فلفل، بس هي بيقول لك بالبابريكا اللي هي البتاع الحمراء اللي بتتحط. يا ريتها حتى البتاع الحمراء دي. يا عم ارمي يا عم، ما تجيبوش منه ده انا كنت اجيب سندوتش فول ب5 جنيه احسن. ده بقى المنتج الثالث معانا ناتشو برضو. للاسف احنا جربنا المنتج احنا مش بنهاجم حد، احنا بنقول السعر الرئيسي بتاعها. غير ان انا نسيت اقول لكم بس ان ايه، ان المنتجات دي ماشي مصنعها تبعنا، يعني حد ساكن شغال في المصنع من بلاش عشان ما يترفتش. يلا بقى من هنا الليله بقى تشوف لك مكان تاني تبات فيه. اطلع بره يلا. يلا بينا. المهم نفتح ونجرب وندوق. ده بطعم ايه يا باشا؟ بطعم الجبنه المشطشطه. يلا نفتح ونجرب وندوق. بص ما شاء الله على الكيس. برضك الكميه اوريها لكم من هنا. بص الكميه يعني ما شاء الله. يعني انت تجيب ده هتدفع 5 جنيه تاخد شويه ده. لا تصور فيه ريحه. المهم نفس الحاجات اللي هي القرمشات ده غالبا قشر سوداني محطوط في الايه، في البتاع. ندوق ويا رب تطلع حاجه كويسه. حلو والله. الشركه دي ايه عشان ما نجيبش منها تاني؟ ده اسم الشركه. لا بلاش عشان ما يبقاش اعلان، او ينزل لي اي بس ده بطعم ورق الشجر فاهمني. فاللي كان خد دوق كده وقول لي ايه رايك في انهي ورقه شجر. فوقين على طول. الفوقين على طول. ناتشو. طب يا ستوب ايه يا
هنبدا بقى الريتنج بتاعنا. طبعا لو لاحظتوا هتلاقيني ما كتبتش اي تقييم للمنتجات، هقيم مره واحده في اخر الفيديو. اول حاجه واوحش منتج انا دقته النهارده المنتج ده. اولا هو معاك منه فيه طعم، ونسيت اقول لكم ان انا هديله 4 من 10. 4 من 10 عشان اسباب كتير. اول حاجه الكميه قليله جدا، الشركه حاولت تعمل اي حاجه بس عملتها بطريقه وحشه جدا، ما كسبوش عليك حتى في الشكل، في الحاجات اللي كنت بتريق عليها موجوده اصلا في الصوره، ودي حاجه كويسه. انما لما تقول لي باربيكيا وتحط لي صوره فلفل اخضر كانه فلفل حلو، واجي في الاخر ادوق الاقي نفسي بدوق طعم الباربيكيا اللي هو اللون الاحمر اللي بنحطه في الاكل، فمعلش حضرتك كده ضحكت عليا. ف4 من 10 اقل حاجه. يلا بينا على تقييم المنتج. المنتج الثاني بقى معانا في التقييم. المنتج ده طبعا هو قال لك بطعم الجبنه اللانشون وطعم الجبنه الناتشو وطعم الجبنه المثلثات، وفي الاخر ما فيهاش اي نوع من انواع الطعم خالص، هو طعمه ذره بس. هو عشان طعمه قريب شويه من طعم الدوريتوس زي ما احنا قلنا قبل كده فكويس. ومعلش على الراجل صاحبنا اللي في المصنع ده بقول لك ايه، اسفل لك والله، اسفل لك غصب عننا. انما ده ياخد 4 من 10 بالكتير بالكتير. بس التاني اوحش، معاك مني ده ما فيهوش طعم، ده طعم الذره العادي بس على الاقل يتاكل. هنخش برضك بقى دلوقتي على احسن واحد فيهم. احسن واحد فيهم رغم ان تقييمه ماشي مش هيكون عالي اللي هو ده ماشي، وكيسه جميل يعني ما شاء الله خلاص، بس على الاقل هو ما فيهوش طعم جبنه، مش باين فيه طعم جبنه، بس ده طعم الشطه واضح، وده اللي مخليني اعليته من 4 ل5. يعني خليته اللي هو احتمال اشتريه تاني، لا بس مش ندمان على ايه، على ال5 جنيه اللي دفعتها فيه، لانه بطعم ورق الشجر، وورق الشجر بيتاكل. يلا بينا على ايه، خلاص كده يلا بينا ايه على نهايه الفيديو. نسيت اقول لكم ما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب عشان ايه يعني مش ناقصه. فلوسي اللي راحت يا فلوسي اللي راحت. غير طبعا ان المنتج اللي احنا كنا بندوقه ده نسيت اقول لكم اهم حاجه فيه، ان هو ما فيهوش اي طعم، هو بطعم الذره العادي بس، ما فيهوش لا طعم جبنه لانشون ولا جبنه اسطنبولي حتى. يلا بينا على المنتج اللي بعده. هات يابا المنتج اللي بعده. لا بقى مع ايه؟ اعملها لنفسي. الستون جاي تحدفني بالستون، عايز تموتني يا اسلام.